بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين من حلقات قناة الخير، وأتمنى تكونوا بصحة وبسعادة وبخير، اللهم آمين يا رب العالمين. أتمنى من حضراتكم إذا كنت أول مرة تتفرج عليا يشرفني ويسعدني اشتراكك معايا في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد إن شاء الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة جديدة يعني خارج الحلقات اليومية اللي بعمل لكم دراسة جدوى ل100 فرخ في الأيام اللي احنا فيها دي إن شاء الله رب العالمين. طبعا الكتكوت بيختلف من مكان لمكان والسعر برضك من مكان لمكان. طبعا انتقي الكتكوت كويس وتوكل على الله، هات الكتكوت اللي انت دايما شغال بيه. وبتتراوح اسعار الفراخ النهارده من 18 ل 20 جنيه. هنقول متوسط سعر الكتكوت النهارده 20 جنيه للكتكوت، في 100 هيدي لك 2000 جنيه، يعني هتجيب ب 2000 جنيه كتاكيت ان شاء الله رب العالمين. والكتكوت بياكل له من 3 كيلو 3 كيلو ربع لنهايه الدوره، وحسب مستوى ونوع وجوده الكتكوت اللي حضرتك انت بتجيبه، فده بيفرق معاك في الدوره. يعني ال100 كتكوت ان شاء الله رب العالمين هياكلوا منك من 10 شكاير، الشكاره 25 كيلو ل6 شكاير. طبعا انت بتقسمهم بقى من بادي لنامي لناهي، واخدين بال حضراتكم؟ يعني متوسط سعر الشكاره النهارده اليوم 550 جنيه، في 10 شكاير هيعملهم 5500 جنيه، زائد 2000 جنيه اللي انت شاري بيهم الكتاكيت هيعملهم 7500. لو يعني مثلا اللي جيت في الاخر ولقيت محتاج مثلا شكاره كمان، هتزود شكاره ب 550 جنيه، يعني دخلت دلوقتي في سعر العلف 6100 جنيه. واخدين بال حضراتكم يا احباب؟ يعني 6100 جنيه زائد 2000 يبقى 7100. طلع بقى الكهرباء بتاعك، وطلع الميه اللي انت بتشربها لهم، وطلع الادويه، ونحط عليهم مثلا بيتراوح والكهرباء كمان، وسعر الكهرباء بيتراوح مثلا من 700 ل 1000 جنيه. يعني الاجمالي هنفقطها مع بعض، هنقول 2000 جنيه كتاكيت، وهنقول 6000 جنيه علف، وهنقول مثلا 1000 جنيه الكهرباء والعلاجات والميه والجير بتاعك والحاجات دي. يبقى 6 و2 يبقى 7، و1000 جنيه يبقى 8000 جنيه. طلع نافق مثلا، يعني لا قدر الله وان شاء الله ما يبقاش عندك نافق 5 ولا 6 ولا حاجه ان شاء الله رب العالمين، يعني العمليه كلفتك كلها 8000 جنيه ان شاء الله رب العالمين. وانت بقى ورزقك بقى في موضوع التسويق، يعني هي بتتحسب كده يا احباب، وانت ورزقك بقى حسب البورصه بقى. وانا طبعا يعني انا يعني احب طبعا والله يا جماعه، يعني المفروض انت عارف فراخك وانت صرفت عليها قد ايه واتبهدلت عليها قد ايه. يعني التربيه البيتي انا طبعا يعني المفروض يتحط لها سعر غير سعر البورصه خالص نهائي، لان احيانا بيبقى فيه ظلم يعني في الموضوع دوت. فموضوع تربيه 100 فرخه يا احباب بيبقى بالشكل ده. طبعا انت بقى لو بتربي ارض ده موضوع تاني، لانك انت بتربي بتجيب نشاره وبتجيب حاجات تانية كتير برضك، فانت بتكلف كلفه غير الكلفه اللي انت بتربيها في قلب البطاريات. لان سبق كده وقلنا يا احباب ان تربيه البطاريات بتوفر عليك حاجات كتيره. يعني طبعا انت بتوفر عليك مثلا ادويه للكوكسيديا والكورستريديا، وطبعا ده كله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني المجهود اللي بتعمله صدقوني والله ربنا بيراضي الجميع وبيرزق الجميع. زائد عامل النظافه يا احباب، انت بتوصل للاوزان اللي انت عاوزها بفضل الله. واهم حاجه بقى من ده كله احنا قلنا ايه؟ التهويه. التهويه يا احباب، طبعا ما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقولوا ما شاء الله تبارك الله، وربنا يبارك في للمال لاصحابه، اللهم امين يا رب، ويبارك لكم انتم جميعا يا رب، ويرزقكم كل ما تتمنوه. فأتمنى تصلوا على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، والإعجاب الجميل بالفيديو، وربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم جميعا يا رب العالمين. فيا أحباب هي بتتحسب كده، وبيتحسب سعر الكتكوت
حسب المنطقة اللي انت عايش فيها، وبرضك سعر العلف بيتحسب كده. يعني الكتكوت بياخد من 3 كيلو 3 كيلو وربع، وممكن ربنا يكرمك تلاقي العملية أقل عن كده خالص بسبب نوع وجودة الكتكوت. فإذا اختيار نوع الكتكوت عامل مهم لنجاح دورة التسمين بتاعك. انت طول ما انت بتجيب الكتكوت من مصدر موثوق منه وبتنتقي النوع، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيوفقك، لانك انت جايب كتكوت كويس. فالكتكوت الكويس هيوصل معاك في نهاية الدورة لوزن كويس وهيعوضك. وسبحان الله العظيم لكل مجتهد نصيب. والله يا احباب بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في الاخر معوضك. وفي حاجة كمان يا احباب عاوزكم تاخدوا بالكم منها، نوعية العلف، نوع وجودة العلف اللي انت بتجيبه. يعني اختيار نوع العلف يعني عامل مهم قوي 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 برضك في نجاح الدورة. يعني مش معقول هتروح تجيب علف فيه سموم عالية وحاجات يعني بصراحة يعني سموم فطرية وانت منتظر ان الدورة تعدي معاك. لا، اختار نوع علف كويس، حاجة جيدة، واثبت في الشركة اللي انت بتعامل معاها. يعني حاول على طول يعني تثبت في شركة معينة ونوع علف معين انت ارتحت له. واخدين بالكم يا حضرات؟ فاذا اختيار نوع الكتكوت والعلف المناسب ده ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله بيؤدي الى نجاح الدورة معاك، مع الاهتمام بشوية الحاجات اللي احنا قلناها، نظافة المكان وتجديد الهواء والحفاظ على درجة الحرارة في قلب المكان. زائد فيه بقى برضك يعني هو طبعا معدل التحويل ده طبعا رزق من عند ربنا. يعني انت بتمشي ببرنامج معين ومعدل التحويل ده رزق. ففي الاخر بقى انت بتشوف الاوزان جابت عندك كام، يعني بتجمع الاوزان كلها في بعض والاخر تضربهم في سعر اليوم اللي بيتباع بيه. ويفضل طبعا يا احباب تبيعهم اهالي، لانك انت لو بعت بورصه يعني العمليه مش هتبقى معاك مظبطه، فالاهالي هتبقى افضل وهيعود عليك بالنفع والمكسب الكويس ان شاء الله رب العالمين. ونرجع يا احباب ونقول خدوا بالكم من الميه ونظافه الميه. الميه لازم يا احباب تتغير الصبح واخر النهار، ما تسيبهاش كده في الجو الحر، لان عدم تغيير الميه في الجو الحر ده الميه بتتقلب فيها فيروسات وميكروبات، فهتعمل لك مشاكل في الدوره، فاحنا مش عاوزين ده. فاذا ده كله بيندرج تحت بند ايه؟ عامل النظافه. عامل النظافه، نظفت كويس، دفيت كويس في البدايه، جددت الهواء في المكان، حافظت على نوعيه العلف وجوده العلف الكويسه، وجبت كتكوت كويس، بالتاكيد ان شاء الله رب العالمين ربنا هيوفقك وهيبارك لك في الدوره وهتطلع باوزان طيبه ان شاء الله رب العالمين. فهامش المكسب ده في الاخر انت بتدربه في سعر اليوم وبتبدا تبيع، وربنا يرزقك ويوسع عليكم اللهم امين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ويوسع علينا ويبارك لنا يا رب في مالنا ويرزق الجميع. فيا احباب ديت كانت دراسه جدوى ل100 كتكوت. وطبعا انت لو عاوز تزود بقى انت بتضرب في الزياده بتاعك. فيعني مثلا انا بنصح الاخوه الاحباب المبتدئين اول ما تيجي تجيب كتاكيت ما تخشش في عدد كبير، يعني جيب لك 20، جيب لك 30، ماكسيموم 50، وابدا جرب فيهم ونظف. ويا ريت يا ريت يعني يبقى افضل لو هتربي ببطاريه تجيب لك بطاريه 3 ادوار كده على قدك وتبدا تربي فيها، وتراعي عامل النظافه، وتراعي عامل اختيار نوع الكتكوت، وبرضك وتراعي العلف اللي انت بتجيبه. صدقني ربنا هيبارك لك وهييسر لك الامور، والامور هتمشي معاك كويس جدا جدا جدا. فدي ان شاء الله رب العالمين كانت دراسه جدوى ل100 كتكوت. اتمنى للجميع التوفيق، ويا رب يوفق الجميع ويصلح حال الجميع اللهم امين، ويوسع علينا وعليكم اللهم امين. واتمنى اذا كنت معايا لاخر الفيديو يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناه، ووجودك معايا بيزيدني شرف، وربنا يبارك لكم. واشكر الجميع لحسن الاستماع. كان معاكم من قناه الخير ابو عبد الهادي، تحياتي للجميع والى حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.